طيب يا اخويا اجيب لك تاكل، يعني ناكل يعني اللحمه؟ ده رز وبطاطس، مين لسه اللي بياكل رز وبطاطس؟ ايه ده؟ طب انا بقى مش واكله، وهخليه النهارده يجيب لي كريب، مش هسكت غير لما يجيبوا لي واكل منه. يا ام يوسف، نعم. جهزت الغدا ولا لسه؟ بجهز الغدا اهو. طيب قولي لي بقى، انت مجهزه ايه حلو النهارده بقى؟ هكون مجهزه ايه يعني؟ بطاطس ورز مفلفل وسلطه وشويه مخلل. ياه، ده فضل ونعمه من عند ربنا. حد طيل؟ طيب يا ام يوسف، انا هستناكي بقى في الركن اهوت عما تخلصي كده تجهيز براحتك، وتجيب الاكل على الصينيه بقى عشان نتغدى. تمام ماشي، هخلص بقى كده احط الاكل على الصينيه واجيبهولك. طيب تمام يا ام يوسف، بس ما تتاخريش عليا بالله عليكي عشان انا واقع من الجوع. طيب يا اخويا اجيب لك تاكل، يعني ناكل يعني اللحمه؟ ده رز وبطاطس، مين لسه اللي بياكل رز وبطاطس؟ ايه ده؟ طب انا بقى مش واكله، وهخليه النهارده يجيب لي كريب، مش هسكت غير لما يجيبوا لي واكل منه. اتفضل الاكل اهو. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ياه، فضل ونعمه يا ام يوسف والله. كل هو لسه في حد بياكل الاكل ده؟ ايه ده؟ ماله الاكل ده؟ طب تعالى كلي معايا. هاكل ازاي في حد لسه بياكل رز وبطاطس؟ مالها الرز والبطاطس؟ يعني مش خير وفضل ونعمه من عند ربنا؟ تمام فاهمه، بس يعني انا مش واكله من الاكل ده. ما انتش واكله من الاكل ده؟ لا انا عايزه ليه؟ دلوقتي تجيب لي كريب. كريب مره واحده كده؟ ايوه مش واكله انا من الاكل ده. ده رز وبطاطس اهوت، نعمه كبيره قوي. مش واحنا غيرنا نفضل عايشين على الرز والبطاطس؟ غيرنا مش لاقيها. طيب ماشي، واحنا لاقيين اهو، عندنا كل يوم. طب انت عارفه يا ام يوسف اللي احنا بقينا في اخر الشهر دلوقتي، والفلوس اللي كانت معايا جبنا بقى علاج، فاصبر الاول الشهر وهجيب لك اللي انت عايزاه كله، معلش. ماليش دعوه بقى، انا دلوقتي جعانه وعايزه اكل كريب، وما انا واكله من الاكل ده، ومش هنام غير لما اكل الكريب النهارده. طب انت ممكن تمشي نفسك بس النهارده وتاكلي معايا، والله الاكل ده هيشبعك والكريب هيشبعك، يعني كله نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. لا مش واكله من الاكل ده، وعايزه كريب، ماليش دعوه. طيب اتصرف بقى وهات لي واحد. حاضر يا ام يوسف، انا هتصرف، وانا ما اقدرش اكل وانت جعانه يا ام يوسف. عادي كل بقى ولا ما تاكلش عادي. ايوه يا صاحبي، عامل ايه؟ الحمد لله يا اخويا، كله تمام والله. لا عادي والله، انا بس طالب منك طلب بسيط كده. الله يصلح حالك يا حبيب اخوك. والله كنت طالب منك 100 جنيه سلف كده لاول الشهر، معلش. 100 جنيه. ما معكش؟ طيب معلش يا اخويا، انا بعتذر اللي انا بتقل عليك، يعني معلش. لا والله ما فيش حاجه، يعني كنت عايز الطلب كده وكنت ادالك في اول الشهر. ماشي ماشي يا اخويا. تمام يا اخويا، ماشي، ولا يهمك ولا يهمك، ما فيش مشكله، ماشي. انا يا ام يوسف كلمت صاحبي قدامك اهوت، بس للاسف قال لي انا ما معيش فلوس، الفلوس اللي كانت معايا كان على قسط وراح دفعها. طب وانا اعمل ايه برضه دلوقتي؟ طيب يا ام يوسف معلش، بس ممكن تاكلي معايا، واول الشهر كده هقبض وهجيب لك مش كريب بس، هجيب لك اللي انت نفسك فيه كله يا ام يوسف، معلش مش ذنبي اللي انا ما معيش فلوس، ده غصب عني والله، فلوسي خلصت. طبعا يا حبيبي اكل معاك، ماله الاكل ده انت كفايه اللي انت مرضتش تاكل غير لما تشوف الاول اللي انا عايزاه، ومرضتش تحط حاجه في بقك وانا جعانه، وشفت ودورت علشان تجيب لي اللي انا عايزاه. طبعا يا جماعه، يعني بلاش تتبطري على العيشه اللي انت فيها، بلاش اللي انت تطلبه من جوزك اكتر من طاقته، هو لو بايده هيجيب لك الدنيا كلها. الاكل يعني الرز والبطاطس ده نعمه كبيره من عند ربنا سبحانه وتعالى، غيرنا مش لاقيها. فيا ريت تقفي جنب جوزك في الازمات، يا ريت تقدري الظروف اللي جوزك فيها، ده كفايه ان هو يعني بيستلف عشان خاطر يعمل لك اللي انت عايزاه. ما تدينهوش لحد، ما تخلوش يتحوج لحد عشان خاطر الاكله اللي انت عايزاها ديت في يوم تاني هيجيبها لك وهو معاه الفلوس. فيا ريت ما تحوجهوش للناس عشان خاطر حاجه انت عايزاها. طبعا هو لو بايده هيعمل المستحيل عشان خاطر يجيب لك ويسعدك ويفرحك، هيجيب لك نجمه من السما والله. طيب دي يا جماعه كانت رساله النهارده، نتمنى ان انتوا تشيروها عشان ناس كتيره تستفاد بها،